مع الأستاذ علي داود رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، متحدثا عن كثير من التفاصيل في الجزء الأول. اللقاء أجرى زميلنا ضيف الله الصقر، نشوف وش قال ونرجع. أنا سعيد أن أتحدث عن المرحلة الحالية لأختصر كل هذه المراحل. يعني الإنجاز تحقق لنادي الوحدة أو عودة نادي الوحدة بفضل الله إلى دوري زين، هي مرحلة مهمة جدا في حياتي، لأنه أنا كنت أعلم أن هذه المهمة صعبة، وأنه أن تحقق فيها شيء ليس بالأمر المضمون، لكن سبحان الله أردت أن أرد للوحدة بعض الجميل، لأني من هذا النادي أنا انطلقت. أنا كنت أستشف أن الوحدة تحتاج إلى دعم. إذا توفر هذا الدعم يستطيع الناس في مكة، يستطيع أبناء نادي الوحدة، وتستطيع الأسماء التي اخترتها أن تقوم بهذه المهمة. ولكن لم أصل في يوم لدرجة أن وعدت بأننا سنصعد، ولكني ذكرت سنبذل كل جهدنا لكي نصعد. حقيقة يعني اللي دفعني أنه نتفاعل أكثر بداية ترشيحي من اللجنة العليا الشيخ صالح كامل وأمين العاصمة معالي السيد أسامة البار، تكفلوا لي بتحقيق هذا الدعم، وعدوني أنه هم حيدعموني ورشحوني لإدارة النادي. وبعدين قابلت سمو الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز، المقابلة مع أعضاء اللجنة العليا، وقال لي بالحرف الواحد: علي، أعتقد أنك ستساهم في تغيير الخطاب الإعلامي في نادي الوحدة. إحنا استلمنا النادي بمحضر استلام وتسليم، لم يكن من ضمن ما ذكر السيارات. حين طلبت السيارات قلنا حاضر، تجي لجنة من الرئاسة وتأكد أنه إحنا سلمنا السيارات لأنها غير مدرجة في أي جدول من جداول الاستلام. وهذه قصة حصلت هنا وانتهت، يعني لم تأخذ أكثر من ساعة أو ساعتين، وكان هدفنا الحقيقي أن لا نفعل أي شيء يأخذ مننا وقت نفكر فيه لغير صالح نادي الوحدة. فلم يكن موضوع الخطاب الإعلامي المقصود به هذه القصة أو تلك المطلوب، لأنه الأمير قال: أنا عارف أنه علي سيحسن من نوعية الخطاب الإعلامي بشكل مطلق، لأنه يفترض في أي رئيس نادي، يعني أنا لولا أن أتهم بالغرور أقول لك أنه منصب رئيس نادي الوحدة في مكة شيء مش بسيط بحكم قوة هذا النادي وجماهيريته وتاريخه، أو أي عضو فيه الحقيقة. لهذا يجب أن يكون نموذج، لأن هناك كثير من الناس يحتذون بهذا النموذج باعتباره على يعني وضعه الله على قمة الهرم في نادي الوحدة. شوف، إذا توفر لك فهد بن عبد العزيز وفيصل بن فهد بن عبد العزيز، وكان حواليك صالح بن ناصر، فتاح ناظر الله يرحمه، عبد الله الدبل، عبد الرحمن الدهام، لازم تنجح، ونجوم لازم تنجح، رجال تقدر المسؤولية وتساعد على تحمل المسؤولية. أنا حين أذكر هذا كله معناته أنه كانت البلد كلها مهتمة بالمنتخب السعودي، لم يكن علي داود. قد أكون أنا الحيطة الواطية اللي ممكن يهاجموني أنا، يمكن يكون المقصود مكان آخر، لكن لهذا كان الأمير فيصل رحمة الله عليه يعمل على حماية العاملين معه بأي شكل من الأشكال، كان لاعب، كان إداري، كان موظف، كان مدرب، رجل يعتبر نفسه المسؤول عن اختياراته، هو اللي اختارني، عليه أن يدافع عني. حتى وصل الإعلاميون في ذلك الزمن